مواقف وأحداث، مشاعر وأحاسيس، بنحب وبنكره، بنفرح وبنزعل، نتخاصم، نتصالح، نتعلم، نتعالج. وفي برنامجنا هنمر معاكم على محطات كتير بنمر عليها في حياتنا كل يوم. اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كل يوم. النهاردة هنقدم لحضراتكم حلقة خاصة جدا عن فعاليات احتفالية بتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ليوم الخريج لسنة 2016. من أهم فعاليات اليوم حضور معالي سفير اللي بيقدم محاضرة تحت عنوان أولويات القيادة والجودة في عصر العولمة. بيحضر الاحتفالية النهاردة عدد من قدامى الخريجين وعدد من هيئة التدريس بالأكاديمية. ايه رأيكم نبتدي حلقتنا النهاردة وحلقة جديدة من كل يوم. برنامج كل يوم بيسعدها ان هي تشارك في احتفالية يوم الخريج بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. بيسعدنا يكون لنا هذا اللقاء مع دكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية. اهلا بك يا دكتور. يا اهلا بيكم وسعيد بتشريفكم لينا ومشاركتكم الدائمة واللي بحس فيها فعلا بنوع من الصدق فعلا نحو يعني فعلا رسالة ايجابية عما يحدث بشكل متميز، فشكرا جزيلا. ربنا يخليك يا دكتور، ده واجب علينا واحنا بنحب دايما يبقى في تغطية دايما لاهم الاحداث اللي بتحصل على ارض اسكندريه وخصوصا في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، لان انتوا دايما بتواجهوا كل جديد. النهارده بنحتفل بيوم الخريج، يعني احتفاليه جميله. منين جت الفكره ومدى اقبال الخريجين على هذا اليوم؟ يعني طبعا يوم من الايام اللي احنا فعلا بنبقى سعداء فيها جدا ونبقى يعني فعلا بنتجمع كلنا اوائل الخريجين، يعني زي ما حضرتك شايفه خريجين من دفعه رقم 1 وشايفه حضرتك المؤسسين بتوع الاكاديميه من الرعيل الاول، وبنشوف الجيل اللي احنا كلنا واثقين انه هيكون فعلا ان شاء الله يعني هيكون على ايده كل الخير، الطلبه والشباب. وشايفين كل اسره الاكاديميه قد ايه هيئه تدريس كل الناس يعني موجوده النهارده، شايفين اوائل خريج الدفعه اللي فاتت. فده التواصل دوت شيء في غايه الاهميه طبعا. وانا استغليت الحدث النهارده، احنا السنه دي هي سنه الشباب، وشفنا سياده الرئيس يعني قد ايه اهتمامه بالشباب، و2016 عام الشباب، والمؤتمر الوطني الاول ناجح في شرم الشيخ، المؤتمر الوطني الاول للشباب، واللي وعد سياده الرئيس انه يستتبعه لقاءات دوريه مع الشباب. فاحنا النهارده برضو دورنا في الاكاديميه كان برضو لازم نهتم بما تهتم به الدوله المصريه وتهتم به الامه العربيه كلها، الا وهو اعداد القيادات للمستقبل. فكان النهارده برضو بنشهد تدشين المعهد العربي لاعداد القيادات، وكان في محاضره يعني دي من اهم فعاليات اليوم النهارده. بالظبط كده، يعني كنا حريصين فعلا ان احنا زي ما حضرتك عارفه الاكاديميه لا سياسه ولا تفرقه على اساس دين ولا اساس عرق،
من هذا المنطلق جه سفير المملكة المتحدة في مصر. هو له يعني قراءات وله محاضرات في القيادات واعداد القيادات، وجه وادى يعني فعلا محاضرة قيمة، وكان له يعني فعلا اراء متميزة، وكان حوار جميل بينه وبين اعضاء. اهم رسالة حاول يوصلها يا فندم من خلال المحاضرة بتاعته كانت بعنوان اولويات القيادة والجودة في عصر العولمة. ما هو ده فعلا احنا يعني هي فعلا يعني دي الرسالة الرئيسية، الاولويات، البريورتيز، لان احنا فعلا لازم ده درس مهم جدا لازم نكون حريصين عليه. طبعا القيادة دايما عندها كل المفروض قدامها كل الصورة بشكل واضح وبشكل كامل، وعنده كم كتير جدا من الامور والمشاكل اللي هو عايز. وبعدين القائد مش مجرد ان هو بيحل مشكلة للنهاردة، لا ده هو بيحل مشكلة او بيعمل تحول وتغيير لمستقبل افضل، وده اللي احنا كلنا بنعمله وكلنا ان شاء الله ماشيين وراه في مصر. فهو النهاردة السفير حاول برضو يقول الاولويات، ازاي تحسب الاولويات وفي ضوء المعطيات اللي قدامك، في ضوء الرؤية والخطة الاستراتيجية، ازاي تحط اولوياتك بحيث فعلا تعمل التغيير اللي انت بتعمله، وازاي تكون متفاعل مع المجموعة، مجموعة القيادات اللي تحتيك، وازاي تنقل الباور للمرؤوسين بتوعك، وازاي فدي كلها، وازاي يعني يجب ان يكون على القائد ان يكون فعلا يعني انسانا متواضعا قارئا للامور، يحتوي كل افراد الفريق، يحتوي كل افراد الفريق. فده كانت محاضرة انا اعتقد جميلة، وكانت من واحد برضو يعني من دولة عظمى. في اوجه تعاون بين الاكاديمية والمملكة المتحدة؟ احنا طبعا يعني الاكاديمية هناك تعاون كبير مع المملكة المتحدة، وهناك شهادات مزدوجة بتمنح من الاكاديمية وجامعة كارديف ميت، وعندنا اتفاقيات مع اكتر من جامعة في انجلترا، واكتر من معهد واكتر من برنامج، مش مجرد بس شهادات، لا يعني فعلا مشتركين في مشروعات في برامج مع الاتحاد الاوروبي اللي هي إراسموس. فاحنا في تعاون كبير، حتى بالعكس يعني احنا جايز الاكاديمية ان شاء الله في يوم 29 نوفمبر في لندن بتشرح التجربة الناجحة بتاعتها في مجال التعاون الدولي، وخصوصا احنا طبعا يعني لازم حضرتك عارفة ان احنا في الاكاديمية بنمنح الشهادة اللي هي بتاعة لندن سكول اوف ايكونومكس، اللي هي يعني تعتبر من الكبريات الجامعات في مجال الاقتصاد، وده مجال احنا محتاجينه جدا. شهادة بتمنحها الاكاديمية بالطلب تدرس عندنا تحت اشراف يونيفرسيتي اوف لندن، وبتاخد الشهادة من هنا. فده كله تعاون يعني، وتعاوننا مع كامبريدج تعاون يعني بناء، وهو سعادة سفير خريج كامبريدج، فهو يعلم تماما يعني قد ايه اهمية التعاون مع كامبريدج. متميز، واعتقد الفعاليات بتاعته برضو بتودي قد ايه احنا حريصين على الاجيال الرعيل الاول، قد ايه حريصين احنا نتواصل مع الخريجين الاوائل ونشوف رؤيتهم والتجارب بتاعتهم عشان خاطر يعني نقدر نستفيد منها، وده ينعكس على التعليم. وفرصة هني اسرة الاكاديمية برضو بهيئة الاعتماد الدولي الايبت اللي هي الاكريديشن بورد للهندسه والتكنولوجيا، ودي اعلى هيئه اعتماد في امريكا. اما بتيجي تعتمد برامج الهندسه في الاكاديميه في القاهره وفي اسكندريه بشهاده تميز وبدون ملحوظات، ويعني ده شيء يعني بيدعو للفخر ويحسب للاكاديميه واعتماد كليه النقل البحري. واحنا في انتظار بقى الاعتمادات الرسميه ان شاء الله، ودايما التوفيق لاسره الاكاديميه، ودايما يعني بنشرف بيكم في الرحاب الاكاديميه، وبشكركم على هذا الحرص على التواجد، وشكرا جزيلا.
كان النهارده واحنا بنشارك الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الاحتفالية الخاصة بيوم الخريج ان احنا نستضيف دكتور محمد وهبة رئيس رابطة الخريجين. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا فندم، ازي حضرتك؟ النهارده واحنا بنحتفل بيوم الخريج، يعني عايزين نتكلم في البداية الفكرة جت منين؟ هي الفكرة جت من رئيس الأكاديمية الأسبق الدكتور جمال مختار. فكر ان هو ازاي يجمع الخريجين، بالذات ان احنا بنتخرج دفعات من حوالي 22 دولة عربية، كلهم بقوا في مراكز مرموقة، واحنا عايزين مجال البحري بالذات محتاجين دعم من الخريجين للكادت اللي هم بيتخرجوا جديد، ازاي ان هم يتدربوا على السفن. فاحنا بدينا ان احنا عملنا الفكرة دي، ان احنا جمعنا كل الداتابيز بتاعت الخريجين، حطيناها كلها على الويب سايت، وبدا الخريجين كلهم يتصلوا بينا، بدينا نعمل لهم الانشطه اللي هم يحتاجوها، بدينا ننظم لهم رحلات سنويه، بدينا نعمل لهم دورات تدريبيه، بدينا نحطهم على الويب سايت، ويبدا الشركات تبدا تعرفهم وتبدا تستعين بيهم لما يكون بقى الخريجين بقوا في تواصل مع بعض، وبداوا يساعدوا ان هم يدربوا بعض، وبدا ان هم حتى يشغلوا بعض، وبدات الاكاديميه بقى لها اسم عالمي من خلال ان هي بتحسن استغلال الخريجين او بتحسن توظيفهم في الشركات المختلفه. لو حبينا نتكلم يعني باستفاضه عن الانشطه اللي بتقدم من خلال رابطه الخريجين، يعني ايه خدمات تانية غير ان انتوا قدرتوا ان انتوا يبقى في كوميونيكيشن او اتصال ما بين الخريجين القدامى مع بعض؟ هو طبعا اول حاجه كانت ان احنا نربط اواصر الاتصال ما بينهم، انما كان تاني حاجه ان احنا نعمل بعد التوظيف ان احنا نعمل انشطه اجتماعيه، بنعمل لهم نادي اجتماعي، بنخلي الاكاديميه بالنسبه لهم مكان ممكن يتجمعوا فيه مع بعض، بيبداوا بيتبادلوا مع بعض المشاكل اللي بيقابلوها في سوق العمل، بتبدا الاكاديميه تراعي ده في الخريج الجديد، ما يبقاش عنده مشكله في ان التعامل مع سوق العمل الجديد ومتطلباته الحديثه. حضرتك شايف الاقبال من الخريجين عامل ازاي؟ والله في الاول كان طبعا الاقبال كان ضعيف، انما حاليا الرابطه الحمد لله فيها حوالي اكثر من 36 الف خريج على مدار خريجين الاكاديميه من سنه 72 حتى 2016. اهم فعاليات اليوم النهارده يا فندم؟ والله فعاليات اليوم ان احنا النهارده جايبين حوالي حاجه و30 فرد من الدول العربيه، جاي من العراق، وجاي ناس من الكويت، وجاي من السعوديه، ومن الاردن، ومن ليبيا، ومن اليمن، في مجموعه دول اللي هم استجابوا عشان ظروف طبعا السياسيه اللي احنا عارفينها، انما في طبعا كتير كانوا عايزين يجوا اكتر من كده، وحوالي اكتر من 200 خريج من جمهوريه مصر العربيه طبعا مشاركينا في اليوم ده. واليوم ده بيبقى فرصه جميله جدا ان هم بيبداوا يعني ياخدوا الصور التذكاريه مع بعض، يفتكروا ايام الذكريات، بيشوفوا كمان ايه اللي وصلت له الاكاديميه الايام دي النهارده، فبنعمل لهم جوله، بنوروهم مجمع المحاكي الحديث اللي عاملاه الاكاديميه، ده اكبر مجمع في الشرق الاوسط، بنوريهم القبه السماويه، بنوريهم شكل الكليات، بنوريهم الاقسام الجديده اللي بدينا انشائها ليهم. النهارده واحنا بنشارك في احتفاليه يوم الخريج، حابين ان احنا نقدم كمان نموذج للخريجين الجداد مش بس القدامى. معانا دنيا خريجه السنه دي عام 2016. اهلا بيك يا دنيا. اهلا بيكي. اهلا. يعني النهارده في احتفاليه جميله بيوم الخريج، احساسك ايه؟ احساسي طبعا ان انا تعبت جدا خلال ال5 سنين اللي انا درستهم في الكليه، ودلوقتي يوم بيحتفل بينا بيرجعنا ان احنا دي النعمه اللي احنا عملناها، يعني اللي احنا تعبنا، والنهارده ده الايفكت بتاعها وبيكرمونا ان شاء الله. واحساس حلو ان احنا ان شاء الله يبقى كل سنه فيه كده، وكل سنه نيجي ونشوف صحابنا اللي احنا جينا معاهم قبل كده. ايه رايك في اهم فعاليات اليوم النهارده؟ طبعا المحاضرة السفير اللي هو جاي من انجلترا دي محاضرة مهمة جدا عن ليدرشيب، وازاي انت تكوني ليدر، وازاي يبقى انت فولور، والبرسبكتيف بتاعك لقدام ان انت ازاي هتبقي ان شاء الله قدام ليدر. واحنا علشان اوائل برضو بيكرمونا ان احنا نكون ان احنا حضرتك انكم تبقوا قاده للمستقبل ان شاء الله باذن الله. شايفه القدامى الخريجين وازاي بعد عشرات السنين بيقابلوا بعض، يعني قادره تتخيلي المنظر بالنسبه لكم بعد 10 سنين هيبقى ازاي؟ هو المنظر ده خلاني اللي هو يعني اخاف شويه، اللي هو احنا
مش عارفة، حسيت انه الوقت بيجري بسرعة، وان احنا كلها كام سنة وهنبقى زيهم وان شاء الله. بس يكون فعلا اهم حاجة ان احنا نكون ساعتها بس عملنا حاجة فعلا، ان احنا نبقى فرحانين بنفسنا، يبقى حد كل واحد في بوزيشن مختلف حاسس بان هو راح في مكان احسن واحسن. انت لسه متخرجه السنه دي جديد، هل يعني خططتي للمستقبل؟ بداتي دلوقتي معيدة TA في الكلية، وبشتغل في مكتب هندسي معماري، وبدرس ماسترز، وبحضر الثيسيس بتاعتي، وبكتب بيبرز، وان شاء الله تتنشر قريب. النهارده واحنا بنشارك في احتفاليه يوم الخريج بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، بيسعدنا ان احنا يكون لنا مجموعه من اللقاءات مع قدامى الخريجين والخريجين الجداد. من قدامى الخريجين كان لنا هذا اللقاء مع سياده القبطان هيثم شعبان من لبنان. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني النهارده احتفاليه كبيره بمناسبه يوم الخريج في عام 2016. في البدايه حابه اسال حضرتك خريج دفعه كام؟ دفعة 46. احنا دخلنا الأكاديمية عام 95 قسم ملاحة بحرية، وتخرجنا سنة أول 99. صراحة يوم لم الشمل هيدي مش أول مرة نحن بنشارك فيه. أنا حاليا يعني كقبطان كمان بشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجلة، نحن مجلة متخصصة معنية بالنقل البحري، ودي ثالث مرة بنشارك فيها برعاية إعلامية لهذا الحدث المهم. احنا بنشوفه حدث هام جدا للخريجين، خاصة القدامى. يعني انا فيك تعتبريني بترانزيشنال بيريود، انا ماني كتير قديم كتير، ان بتوين، وسط يعني من جيل الوسط. سبب حرصك على المشاركه في يوم الخريج يعني، وحضرتك من لبنان، واهتمامك ان انت تسافر وتيجي وتبقى مشارك في اليوم النهارده؟ بالنسبة لنا هذا الحدث أهميته جاي من فكرة انه غير انه نحن بنلتقي بحبايبنا وزملائنا واصدقائنا ايام الدراسة، بس كمان احنا بنلتقي بناس سبقونا بهذا المجال، وحاليا هن يشغلوا مناصب قيادية بالعالم العربي بقطاع النقل البحري، لانه في واقع كل الناس بتلتزم فيه وماشي فيه، اللي هو انه كل خريجي او كل من يشغل حاليا مناصب قيادية بقطاع النقل البحري العربي هو خريج الأكاديمية، فبالتالي لها فضل على الجميع. وطبعا احنا بنشكرهم على هذه الخطوة، على رابطة الخريجين ودكتور اسماعيل على هذه الخطوة بدعمه لهذا الموضوع. إضافة طبعا انه هذا يعني لا يكفي بس انه نحن بندعم كمجلة متخصصة من ربان السفينة، بندعم هذا الموضوع، ولكن ندعي حتى زملائنا واصحابنا والناس اللي بنشتغل معهم انه يشاركوا بهذا الحدث، كونه يعني بيعمل لقاء دوري بشكل سنوي حتى الكل علاقات اجتماعية. طبعا اكيد وشوف واحد زملائه عنده عيال واللي اتجوز واللي ترك فهي يعني حدث اذا بدك اجتماعي ثقافي بمكان ما علمي. معرفتنا ببعض بتتطور لأنه الإنسان بيتطور. احنا يعني كنا شباب وتلاميذ، حاليا أكيد تفكيرنا اختلف شوي. مدى استفادة حضرتك من دراستك في الأكاديمية، ويعني مدى استفدتك باللي درسته في الأكاديمية لما بدأت تمارس الحياة العملية على أرض الواقع والعمل؟ لا طبيعي، الشغل البحر تحديدا العلم فيه هو أساس، والخبرة بتجي مع الوقت. بعد تخرجي انا سنه 99 يعني ابتديت امارس حياتي العمليه على متن السفن، يعني لغايه 2007 على بال ما رجعنا نزلنا على الارض. ف كل اللي اخذناه من الاكاديميه ساهم بشكل جبار انه نقدر نحن نتطور
حتى نصير يعني بمكان ما ماسكين شغل او مدراء لاشغالنا نحن، والفضل طبعا بيعود لهم. نحن بنتمنى لهم كل خير وكل تطور لدرجات اللي هي اعلى من هيك. بنحتفل النهارده بيوم الخريج لعام 2016. بيسعدنا ان احنا يكون لنا هذا اللقاء مع الدكتوره حنان جوده، عميد المعهد العربي لاعداد القيادات بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. مرحبا بحضرتك معنا. اهلا وسهلا. النهارده واحنا بنتكلم واحتفاليه جميله في الاكاديميه ليوم الخريج، حابه تقول لنا ايه عن اليوم؟ هو طبعا يوم الخريجين في الأكاديمية من الأيام المميزة جدا، لأن الأكاديمية عمرها 42 سنة، فالحمد لله أن أغلبية الخريجين خصوصا في مجال النقل البحري يعني بيتناوبوا أعلى المناصب من رئيس ميناء لCEOs لمديرين. فطبعا دي بقت عندنا زي عرف كده، يعني ان في كل سنتين بيحضروا يوم مخصوص ليهم كاعتراف بيهم وكارتباط بالاكاديميه. اهم فعاليات اليوم النهارده ايه؟ هو الحقيقه اهم فعاليات اليوم هقول على الجزء اللي انا مسؤوله عنه، وهو سيمينار او مناقشه، جلسه مناقشه حول القياده مع معالي سفير مصر في انجلترا امباسادور جون كاسون. السيمينار ده اعده المعهد العربي لاعداد القيادات اللي اتشرف بان انا عملته. احنا في المعهد الحقيقه بنقدم برامج متعدده، يعني بنقدم البرامج، اولا احنا برامجنا مختاره من دراسه للسوق ودراسه للمشاكل المتواجده سواء في القطاع العام او القطاع الخاص، وفي نفس الوقت بنهدف الى تطوير الكفاءات الإدارية ثم الكفاءات القيادية للقادة الحاليين، أو إحنا ما بنسميهم يعني بلغة المصطلحات اللي في القيادية القادة الطموحين، يعني البوتنشال ليدرز، أو إن إحنا يعني بنوعد بصفة عامة الشباب وبنمكنه، اللي هو ما يسمى حاليا بتمكين الشباب وتمكين المرأة، من خلال مجموعة من البرامج. برامج المعهد العربي عبارة عن MBA في الأورجانيزيشنال ليدرشيب اللي هي قيادة المؤسسات، وبروفيشنال ديبلوما دراسات عليا في القيادة، وعندنا ما يكثر عن 20 كورس معتمد في القيادة، ومن ضمن الأنشطة اللي بيقدمها المعهد طبعا سيمينار وورش عمل. فالحقيقة احنا عملنا السيمينار النهاردة مع معالي السفير. أولا هو من أشهر الناس في مصر. سبب اختياره الشخصية تحديدا معالي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة؟ اقول لك، وفي كذا سبب الحقيقه، او سببين محددين. اولا ان انا كان ليا مناقشه مع السفير عن القياده في عصر العولمه، وهو كان بينظم ده من قبل ما يجي اصلا مصر، من قبل ما يجي سفير كان بيعمل ما يسمى بماستر كلاس عن القياده، فهو اكاديميا له خبره فيها، ثم منصبه كسفير، وان هو له شعبيه الحقيقه برضو في المنطقه هنا في القاهره، وكمان في اسكندريه، ومنتشر في السوشيال نتوركينج سواء على تويتر ولا فيسبوك ولا لينكد ان. فحسيت ان هو شخصيه ممكن اللقاء معاه يضيف فعلا للمستمع خصوصا الشباب. سيادة السفير النهاردة ألقى محاضرة عن أولويات القيادة والجودة في عصر العولمة، شايفة إيه الرسالة اللي كان بيحاول يوصلها من خلال المحاضرة دي؟ والله هو رسالته مبدئيا كرسالة من سفير، هو ان العولمة والتدويل بالذات اللي احنا بنسميه internationalization دلوقتي فارضين نفسهم في عالم التجارة او الصناعة او الدبلوماسية.
ده معناه ان كل جهة او مؤسسة بتغير ثقافة المؤسسة بتاعتها، بتغير الكالتشر بحيث ان هي بتتقبل الفكرة اخر، بتدعو الى التجديد، بتوجه الشباب وتجعلهم ياخدوا مسار اللي هم عايزينه. يعني احنا بنحول الحقيقة برضو ايه من وقت للتاني ما بين ان الواحد يعطي اوامر ويوجه ويقود مجموعة الى leading the team، بمعنى ان انا اسمع للمجموعة دي ويعني احدث تغيير وتعديل في طريقة ما اصنعه. يعني مش هقول تغيير في قرار يعني، بس نوعا ما هو الاندماج ما بين اجيال. فدي رسالة من الرسائل. الحاجة التانية اللي هو يعني مهتم بيها ان الليدر الحقيقي او بيعتبر ان القائد الحقيقي هو القائد اللي بيؤثر على الجماعة. فيعني ده مبدأه يعني. يوم الخريج هو يوم لم الشمل، بيتلاقى فيه الأصحاب من عشرات السنين. بكده انتهت حلقتنا النهاردة من برنامجنا كل يوم. بتمنى تكونوا استمتعتوا بيها ويانا، على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة من كل يوم. لكم أرق تحيات وأمنيات أسرة البرنامج، محمد زكي، علا مقلد، وتحياتي منال فاروق.